السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب أفريقيا على الفضائية المصرية. بفكر حضراتكم بميعادنا الخميس الساعة 12 صباحا من كل أسبوع. كمان تقدروا تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك ملعب أفريقيا علشان تعرفوا أهم الأخبار والحصريات والكواليس الخاصة بالأندية والمنتخبات اللي بتشجعوه. الحقيقة يعني حلقة ملعب أفريقيا كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات على لقاء القمة الأفريقي، وزي ما قلنا مباراة القرن الأفريقي التاريخية اللي لأول مرة تحصل، ودايما بأكد على الكلام اللي بقوله مرارا وتكرارا. سمعة مصر وريادة مصر، والحمد لله يعني مصر سمعتها كبيرة جدا، عندها أكبر فريقين في أفريقيا الأهلي والزمالك من حيث عدد الجماهير، من حيث الأرقام، من حيث القيمة التسويقية. نجوم كبيرة هنا، نجوم كبيرة جدا هنا، جمهور رائع هنا، جمهور ولا أروع هنا. وزي ما قلت لحضراتكم مصر الأهم إن هي تفوز، يعني لما يحصل حدث في القارة الأفريقية لأول مرة من حسن حظنا إنه دايما يحصل في مصر. ودايما زي ما بقول لحضراتكم إنه ربنا سبحانه وتعالى ميز مصر وذكرها في القرآن دايما بالخير وبالأمان وبالسلام، فبالتالي هي مميزة أيضا في الأرض. أي بطولة أفريقية، أي بطولة رياضية، أي إنجاز، أي حاجة بتحصل لأول مرة قدرنا الحمد لله إن هي تحصل في مصر. زي ما بقول لحضراتكم منتخب مصر صاحب أكبر عدد بطولات في أفريقيا، الأهلي والزمالك أصحاب أكبر عدد بطولات أيضا في أفريقيا. أي حاجة، أول بطولة أفريقية اتعملت في مصر، الاتحاد الأفريقي لما اتعمل في مصر، مقره فضل أيضا موجود في مصر، فبالتالي إحنا مميزين بكل الأنواع وبكل الأشكال. علشان كده لما يحصل حدث تاريخي ونهائي تاريخي لأول مرة من نوعه، فريقين يوصلوا من نفس العاصمة، يوصلوا من نفس البلد للنهائي الافريقي، هم الفريقين اللي امام حضراتكم على الشاشه دول، الاهلي والزمالك. مباراه نهائيه تاريخيه مهمه جدا لاول مره اتعملت ايضا في مصر، علشان مصر كل حاجه لاول مره بتحصل في مصر، فبالتالي احنا مميزين بشكل كبير جدا وبشكل رائع جدا. ده بالنسبه لي الجانب المهم. وقبل المباراه قلت لحضراتكم ابيض او احمر الموضوع مش هيفرق كتير، الف مبروك طبعا لمصر قبل الاحمر وقبل الابيض، ولكن في هذه المباراه خلينا نتكلم على الزمالك الاول، لانه الزمالك جمهوره حزين وجمهوره غاضب الفتره الاخيره وهو خسر المباراه. خليني الاول ابتدي ان انا احيي نادي الزمالك بشكل كبير جدا وبشكل رائع جدا. ما اقدرش ما اشكرش الزمالك، لان الزمالك بدأ البطولة دي بشكل وحش جدا وخسارة من مازيمبي 3-0 وكان الأداء متذبذب بعض الشيء وكان عنده تخبط في المستوى بعد الشيء، ولكن نادي الزمالك استطاع ان هو يستعيد التوازن مرة أخرى السنة دي، استطاع ان هو يفوز بالسوبر الأفريقي والسوبر المحلي، يكسب الترجي رايح جاي ويكسب النادي الأهلي ويعمل بطولات جيدة جدا. وعمرو معانا عمرو. طيب عمرو جاب الله الناقد الرياضي. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ عمرو. مساء الخير عليك كابتن إيه؟ اسلام، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. كنت لسه بتكلم على يعني على النهائي، ومفيش احسن منك يتكلمنا عن النهائي وعن كواليس. انا عارف انك قريب من نادي الزمالك، فخلينا بقى نكمل الموضوع مع بعض. انا بقولت ان هو نهائي تاريخي وحاجه مهمه جدا، مش مهم مين يفوز في الاول قبل الحلقه، ودلوقتي باكد انه اكيد الفوز في الاول وفي الاخر لمصر، الرياده والسمعه والتفوق، ولكن النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز بهذه المباراه، والزمالك يعني حقق لقب الوصيف. مزيد بقى من التفاصيل معاك من المباراه الى الان. والله استاذ اسلام، يعني زي ما حضرتك قلت كده واتفضلت وشرحت الموقف كاملا، يعني مش هزود على كلام حضرتك حاجه. طبعا في النهايه هو نهائي باسم مصر، كان مهم جدا بنوصل رساله للعالم ان مصر قادره على تنظيم كافه الاحداث وتوالت الاحداث في الفتره الاخيره، من كاس امم للكبار او كاس تحت 23 سنه. في النهايه الدوله المصريه قدرت ان هي تنظم الاحداث بشكل كويس جدا. مزبوط. على المستوى الرياضي كان ده شيء جيد ورساله مهمه جدا، ان مصر في رياده القاره يعني في تنظيم الاحداث الرياضيه. فكان مهم جدا ان واحنا بننظم نهائي الافريقي، نهائي دوري الابطال اللي بيتابعوا العالم، ان تكون رساله للجميع ان فريقين كمان من مصر يوصلوا للنهائي. دي كانت رساله على عوده الاهلي والزمالك تاني على صداره القاره الافريقيه. في النهايه يعني فاز من فاز وخسر من خسر، مصر كسبت في النهايه. الرساله المهمه اللي تم ايصالها يعني بشكل جيد في القدره التنظيميه اللي دايما مصر متصدره فيها. تمام. الزمالك بعد المباراه حسوا باحساس غريب شويه، وانا عارف احساس الظلم في كره القدم، انك تعمل كل حاجه في كره القدم الا انك تفوز، وده وارد انه يحصل في كره القدم. قول لي وانت قريب جدا من نادي الزمالك، الكواليس بعد المباراه، من المباراه لحد مباراه الجيش والخروج طبعا من الكاس والامور وتغيير مجلس الاداره والشكل الجديد والتشكيل الجديد الفتره الاخيره. احكي لي كده الكواليس في الزمالك ماشيه ازاي؟ هو انا في البدايه بس بتفق معاك على في ان الزمالك كان افضل في الاستحواذ خلال المباراه، ولكن في النهايه هو الفريق اللي بيسجل هو اللي بيكسب، يعني
الاداء ما بيتحسبش في النهايه. يعني الزمالك كان افضل، لكن الاهلي هو من كسب البطوله. الزمالك ما كانش الافضل في السوبر المصري في الامارات، مظبوط. هو اللي كسب البطوله. مظبوط. في الاداء في وعلى الأول راي وفي كابتن الآخر لطيف دايما كان يقول لك الكوره جوال، الله يرحمه. الكوره جوال بالظبط بالظبط. يعني. فبالتالي الزمالك اكيد اللي لعيبته متفهمه جدا ان ممكن النهارده ما يبقاش يومك، ممكن النهارده التوفيق ما يكونش محالفك. لعيبه الزمالك بقى عندها من الخبرات انها تخرج من المواقف دي. هي كانت يعني الشيء اللي تعثر فيه الزمالك هو التغيير اللي حصل في مجلس الاداره، التغيير القرارات اللي خرجت بايقاف المجلس وتعيين لجنه مؤقته. كان بالتالي لعيبه الزمالك عندها شويه قلق من الاحداث الجاريه داخل نادي الزمالك. انت عارف لعيب الكوره يعني، وحضرتك كنت لعيب يعني وفاهم كويس قوي انت يعني ايه استقرار ناديك، يعني ايه تبقى ضامن بشكل كبير ان اخر الشهر هتلاقي المرتب بتاعك، هتلاقي الامور مستقره، هتلاقي ده. كان في حاله من القلق طبعا في الايام الاولى لايقاف المجلس وتعيين اللجنه المؤقته، ولكن مع عمل اللجنه على توفير موارد للنادي وسيوله ماليه في الوقت الحالي، لعيبه الزمالك لها متاخرات من الموسم المنتهي قدرها 10 مليون جنيه. ليهم مقدمات عقود 40 مليون جنيه عن الموسم الجديد. كل دي مبالغ كبيره جدا. هو الفيصل ان اللجنه المؤقته هتقدر توفرها، هتقدر تبقى في يعني باشره امل للاعبين ان ناديهم مستقر، فبالتالي يطمنوا. ده حصل بالفعل ان اللجنه المؤقته اللي بتدير الزمالك نجحت انها توفر ال 10 مليون جنيه اللي هي متاخرات اللاعبين عن الموسم الماضي. انا عايز اقول لك ان يعني مثال بسيط لان الزمالك عنده موارده والزمالك غني بموارده، ان بالامس مثلا دخل نادي الزمالك من الاشتراكات، من اداره الاشتراكات يعني، يصل ل 2 مليون و100 ألف جنيه. فبالتالي إن المهم ان احنا ندلل ان الزمالك هو غني بموارده، وهيقدر من خلالها ان هو يتعامل مع الموقف الحالي ويتم تسيير الامور بشكل جيد، فبالتالي هيحصل حاله طمأنة عند اللاعبين. وكمان يعني في الفتره الاخيره دي وبسرعه جدا في وقت قليل جدا قدروا ان هم يتعاقدوا مع امير عادل في ظل الظروف الصعبه اللي محدش يعني كل الناس بتقول لك ان بن شرقي ماشي وفرجاني ساسي ماشي وزيزو ماشي ومصطفى محمد هيحترف. ممكن قريب كمان تسمع خبر جيد عن تجديد فرجاني ساسي للزمالك، لان حصل كمان شوط من المفاوضات جيد مع وكيل اللاعب يعني. طب خليني برضو قبل ما ادخل فرجاني قول لي يعني رايك في صفقه امير عادل الاول. صفقة أمير عادل يعني ان مصطلح يعني ان يعني كان صح ان المصطلح هي صفقة رهانات. هي صفقة تعتبر رهان. كان الرهان في يا كابتن اسلام، الرهان انك هتقدر يبقى عندك قدره تعاقديه في الوقت الحالي. زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين اكيد عارفين، كانت القدره التعاقديه بتنقسم لجزئين في نادي الزمالك، الجزء المالي والجزء التفاوض. الجزء التفاوض كان بيقوم به امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره السابق من نادي الزمالك، والجزء المالي اللي كان بيوفره مجلس مرتضى منصور. هل القدره ما زالت موجوده في نادي الزمالك بعد ايقاف مجلس مرتضى منصور؟ ده اللي قدرت اللجنه المعينه تبرهنه بقى في ساعات ان لا احنا نقدر نتعاقد، نقدر نتفاوض، نقدر ننجز. فكانت رساله، اهم حاجه في وسط الرساله دي خلي بالك ان انت تجيب لعيب فري، ده رهان كبير جدا طبعا. يعني اللعيب مش منتظم في نادي ومتالق ومستواه في تزايد ولا في مؤشر تصاعد، ده لعيب فري، فده رهان يا كابتن اسلام، رهان على قدرات اللاعب، رهان على مدى حقيته بارتداء قميص نادي الزمالك. فده تعتبر رهان كبير جدا، فبالتالي كان لازم يبقى فيه حظر لحقوق نادي الزمالك، وده اللي تم من بعض البنود التعاقديه يعني اللي هي من خلالها اللاعب لو بشكل جيد في نادي الزمالك عقده تمام وشغال ومش اي مشكله. لو اللاعب في السنه الاولى لم يلقى قبول واستحسان باتشيكو المدير الفني للفريق، هيتم فسخ التعاقد بعد السنه الاولى دون تحمل نادي الزمالك اي شيء. الحقيقه ممتاز. طب سريعا فرجاني ساسي وبن شرقي وشيكابالا ومصطفى محمد موقفهم سريعا يعني. طيب خليني اقول لك ان هي ترتيب اولويات في نادي الزمالك. الوقت الحالي كان الاولويه انك توفر مستحقات اللاعبين عشان تبقى رساله طمانينه ليهم، فده حصل. الوقت القادم هيكون الاولويات التجديد لفرجاني ساسي، وهيبقى الملف رقم 1 على طاوله اداره الزمالك الحاليه وطاوله لجنه الكره. حصل فيه شوط كبير، حصل فيه شوط كبير. بعد كده يجي بعد فرجاني ساسي مساله انضباط العقود، ان العقود ما تبقاش متفاوته. هيتم مثلا زياده عقد مصطفى محمد، هيتم مثلا زياده عقد شيكابالا، هيتم تعديل بعض العقود زي عقد اوباما يتم تجديده، هيتم التفاوض في ده، ولكن مش في المرحله الحاليه، تبقى مرحله متاخره. تمام.
ده كل تفاصيل نادي الزمالك. عمرو جاب الله، انا يعني انا متشكر، تقريبا انا عرفت منك كل الاخبار وكل الكواليس. تحياتي ليك وسهرناك. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، تحت امرك في اي وقت، والشرف ليا بكل تاكيد. كنت سعيد ان انا كنت معاك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. شكرا عمرو. الناقد الرياضي عمرو، يعني عمرو جاب الله قال لي كل التفاصيل وكل الكواليس اللي حوالين نادي الزمالك. اعتقد دي رساله مهمه جدا لنادي الزمالك في الظروف الصعبه دي، انك تطمن الجمهور اللي بيتابع ملعب افريقيا، اطمن على فريقه، اطمن على اهم الاعمده الاساسيه اللي موجوده في الفريق. واللعيبه الحقيقه رجاله، يعني الجيل ده جيل متميز جدا من نادي الزمالك، واللعيبه الحقيقه يعني حققت، يعني ما ينفعش نخسر مباراه النهارده، فالناس تبخسهم اشيائهم زي ما بنقول. الناس دي كسبت سوبر افريقي وسوبر محلي، كسبوا الاهلي، كسبوا الزمالك، يعني كسبوا الترجي، انا اسف، فعملوا نتائج كويسه جدا. زي ما قال عمرو، فاز من فاز وخسر من خسر، ولكن الجيل ده لازم تبني عليه، لازم تحافظ على الكيان والقوام بتاع نادي الزمالك، لان دي مرحله مهمه ومرحله حرجه جدا. مش عايز بقى يعني اتكلمت على نادي الزمالك كتير جدا واديته حقه، لكن البطل بقى النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي، النادي الحقيقه اللي دايما زي ما جمهوره بيقول ما بيديش فرصه لجمهوره انه يتواضع، نادي الكبرياء ونادي البطولات. النادي الاهلي استطاع ان هو يسيطر على زمام الامور، استطاع ان هو يفوز بهذه المباراه التاريخيه والمباراه الهامه جدا. استطاع النادي الاهلي انه ان يثبت تفوقه على نادي الزمالك في البطولات الافريقيه. يمكن قبل هذه المباراه كانوا في 8 مواجهات افريقيه ما بين الاهلي والزمالك، النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز في 5 مواجهات، والزمالك تعادل في 3 مواجهات. فبالتالي النادي الاهلي بلغه كره القدم، او زي ما احنا بنحب نقول، كعبه عالي على نادي الزمالك في هذه البطولات الافريقيه. بالتالي النادي الاهلي يمكن ما كانش احسن من الزمالك في هذه المباراه، وكانت الامور ماشيه في صالح نادي الزمالك من حيث الاستحواذ والفاعليه بعض الشيء، ولكن النادي الاهلي عن طريق لاعبه ونجمه محمد مجدي قفشه استطاع ان يسيطر على الامور، واستطاع قفشه ان يهدي النادي الاهلي لقب تاريخي ولقب مهم جدا ولقب غالي جدا. جماهير الكره المصريه ستتذكر هذا الانتصار وهذا الفوز التاريخي على مدار سنوات طويله جدا، لانه يا عالم الاهلي والزمالك هل هيتقابلوا مره ثانيه في نهائي افريقيا؟ ما حصلش قبل كده، فبالتالي انه يحصل ثاني او انه يتكرر ثاني، اعتقد دي حاجه يعني لو حصلت يمكن تحصل بعد 100 سنه ويمكن ما تحصلش. كل شيء وارد في كره القدم، انا عارف، ولكن هو يعني بالطبع مباراه مهمه، مباراه تاريخيه ومباراه كبيره. موسيماني يوم بعد الاخر بيثبت ان هو اختيار جيد جدا. يمكن انا شخصيا يعني في وقت من الاوقات ما عجبنيش اداء موسيماني في هذه المباراه، خاصه في اوقات اللي استحوذ فيها الزمالك على المباراه بشكل كبير جدا، وما حسيتش ان الراجل اتدخل، لان النادي الاهلي اداؤه فضل سلبي اوقات طويله جدا. كنت مستني من موسيماني ان هو يتدخل او ان هو يحسن بعض الشيء من اداء الاهلي، ولكن ده ما حصلش. يمكن بعد شوطين او بين الشوطين ابتدى ان هو يتكلم مع اللعيبه، والاهلي شكله اتغير الشوط الثاني، لكن اللعيبه يعني ادت بشكل رائع جدا، استطاعوا ان هم يفوزوا بهذه البطوله المهمه جدا، واستطاع يعني النادي الاهلي انه يضيف التاسعه لرصيده ويبحث عن العاشره. كل التوفيق للنادي الاهلي، والف مبروك مرارا وتكرارا للنادي الاهلي، وهارد لك لنادي الزمالك اللي دايما مصر ان احنا هنبني على اللي فات. خبرين سرعه جدا، وهم انه دجله تعاقد مع الكولومبي كالديرون، وده لعيب من اللعيبه المهمه جدا، 30 سنه من الشرطه العراقي، لعيب مهم جدا ولعيب رائع جدا. ودجله الفتره الاخيره يعني مستواه متذبذب بعض الشيء، وقعد في الدوري بصعوبه شويه، فبالتالي الاداره في وادي دجله ابتدت تغير شويه شكل التعاقدات مع اللعيبه، وابتدوا يدوروا على لعيبه جعانه كوره بلغه الكوره يعني، وعايزين يعملوا حاجه، لان وادي دجله بامكانياته الماديه وبمجلس ادارته وبالحقيقه نادي راقي جدا ونادي مهم جدا، وفيه رموز مهمين جدا، يستاهل اكتر من كده بكتير. الخبر الاخير قبل ما اطلع لضيفي العزيز، ادي امام حضراتكم هو على الشاشه، كالديرون واحد من اللعيبه المهمه جدا، مهاجم رائع جدا ومهاجم مهم جدا. دجله اختاروا بعنايه فائقه جدا، ولعيب من اللعيبه اللي تمتاز بالقدره على التهديف بشكل رائع جدا. خبري الاخير قبل ما اطلع للضيف هو صالح جمعه، اللعيب المحير، اللعيب اللي قاعد في النادي الاهلي فترات طويله جدا، واللي خد فرص طويله جدا، واللعيب اللي عنده امكانيات رائعه جدا، واللي حرم الناس كلها من امكانياته، انضم الى سيراميكا كليوباترا. امام حضراتكم هو على الشاشه، النادي الصاعد حديثا لدوري الاضواء والشهره، استطاع ان يحصل على خدمات صالح جمعه. انا خلصت كل الاخبار، لكن مزيد من الاخبار والتفاصيل هنتناقش فيها مع كابتن امام عبد العال، الراجل ضيفي وصديقي ووالدي العزيز، مدرب حراس مرمى الانتاج والجونه السابق. بعد الفاصل انتظرونا.